السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا صديقي في برنامج في الكورنر. في الكورنر المكان اللي بنقعد فيه على جنب وبنشوف كل المواضيع من زاوية مختلفة من مكان مختلف. معاكم بسام علي، إن شاء الله وعدك النهارده إن أنت هتستمتع وتطلع بمعلومة مفيدة، ويمكن لأ، بس مشروبك المفضل وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ حلقتنا. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. النهارده حلقتنا عن دييجو أرماندو مارادونا، اللاعب اللي غير مجرى التاريخ. حرفيا كان لاعب طلع للقمة ولكن معرفش يستمر فوق. كان ظاهرة كونية ولكن كان عمرها في الملاعب قصير. قدم ملاحم، قدم صور عظيمة، قدم لحظات تاريخية. بس النهارده مش هنتكلم عن مارادونا لاعب كرة القدم، النهارده هنتكلم عن مارادونا الإنسان اللي صعد للقمة معرفش يفضل فوق. دييجو اتولد في حي فقير جدا في الأرجنتين، هو حي فيلا فيريتو، وكان أمه دايما كانت بتدعي إن هي شبعانة عشان خاطر هو ياكل. بس كان حي فقير جدا وهو كان من أحد فقراء الحي ده. كان بيلعب كرة في الشارع رجله حافية، بس كانت الكرة المهرب الوحيد ليه من الفقر ده. عشان كده هو عنده 10 سنين يروح لنادي أرجنتينيوس جونيور عشان يبقى هو العائل الوحيد لعيلته، هو اللي بيصرف عليهم. دييجو أرماندو مارادونا أول مباراة احترافية ليه لعبها وهو عنده 15 سنة. ولكن يا صديقي في كأس العالم 78 دييجو أرماندو مارادونا يتعرض لأول صدمة ليه في حياته، إن هو استبعد من كأس العالم عشان سنه صغير. ولكن مارادونا ما يأس، رجع بعد كده سنة 79 عشان يكون أحد نجوم منتخب الأرجنتين اللي خدوا كأس العالم للشباب. عشان بعد تألق دييجو أرماندو مارادونا مع أرجنتينيوس جونيور مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، برشلونة يدور على لاعب ظاهرة شبه ده عشان يكون ساعتها أغلى لاعب في التاريخ بصفقة كانت قيمتها ساعتها 7 مليون يورو. الحياة قدام مارادونا في برشلونة ما كانتش وردية يا صديقي، كانوا سنتين من أسوأ السنوات اللي عدوا عليه. عشان في أول سنة مع برشلونة تعرض لإصابة قوية جدا من لاعب أتلتيك بلباو وهو اللاعب أندوني. ولكن يا صديقي نيجي اللحظة الأهم في تاريخ مارادونا مع برشلونة، هو ماتش نهائي الكاس سنة 84 كان بحضور ملك أسبانيا وأسرته، عشان يا صديقي تقوم معركة ضخمة جدا في الملعب ما بين فريق برشلونة وفريق أتلتيك بلباو. وطبعا أنا وأنت عارفين مين اللي كان السبب في الاشتباك ده، هو دييجو أرماندو مارادونا. عشان بعد كده الملك بنفسه يدي أمر لفريق برشلونة إن مارادونا مش هيكمل معاه. فعلا تبدأ رحلة جديدة في حياة مارادونا. في لحظة تاريخية يا صديقي، دييجو أرماندو مارادونا بيروح لفريق مش معروف في إيطاليا، هو نادي نابولي. قصة نادي نابولي غريبة شوية، والدوري اللي خده معاه كان دوري معجزة، مش عشان نابولي أول مرة ياخد الدوري، ولكن عشان كان دايما بيواجه العنصرية من الشمال الإيطالي اللي كانوا بيطلعوا على نادي نابولي اسم القذارة. عشان يا صديقي دييجو أرماندو مارادونا يقدر يحقق معاهم الدوري سنة 87، وده كان أول دوري يخش من فترة كبيرة للجنوب الإيطالي. عشان كده يا صديقي كان دوري المعجزة. كان دييجو أرماندو مارادونا بالنسبة لمدينة نابولي كان أسطورتهم. نيجي لمباراة كأس العالم ضد منتخب أرجنتين ضد إنجلترا. الشوط الأول يخلص تعادل بعد اشتباكات قوية بين الفريقين وتدخلات عنيفة على مارادونا بالذات. عشان نيجي في الدقيقة 51 مارادونا يحط جون من أكتر اللحظات اللي خالدة في التاريخ، يطلع على الكورة ويخدع الثلاث حكام بالفرقتين بالناس كلها ويحط الجون بإيده ويجري يحتفل احتفال جنوني. ساعتها الحكم يحتسب الهدف وسط اعتراضات كتير جدا من منتخب انجلترا. عشان يجي بعديها ب3 دقايق بس مارادونا يحط أعظم هدف في كأس العالم. مارادونا ياخد الكورة من نص الملعب يمشي واحد ومرقص واحد واثنين وثلاثة ويسجل هدف أيقوني. هدف بعد كده اللي هيحاول يقلده أو يحاول يكون شبهه هيتقال عليه هدف مارادوني. مارادونا يا صديقي المباراة دي عمل الإعجازات، عمل شخصيتين لنفسه، شخصية دييجو المهووسة بالمخدرات والمافيا، شخصية مارادونا اللاعب لما كان بيحط الكورة في دماغه كان بيعمل إعجازات تاريخية. بعد سقوط مارادونا في سنة 91 بسبب تناول المخدرات
يجي يرجع تاني يقرر يقود منتخب الأرجنتين في كأس العالم 94، ولكن وزنه كان زايد جدا، وبلاتر ساعتها ما كانش لاقي واجهة إعلامية قوية لكأس العالم ده، فيبتدي يعقد اتفاق سري بينه وبين مارادونا، ده على لسان مارادونا، عشان بلاتر يقول له تناول المنشطات عشان وزنك يقل وتشارك في كأس العالم. ولكن يا صديقي بعد مباراتين بس في كأس العالم اتعمل لمارادونا تحليل مخدرات ويستبعد من المنتخب، عشان مارادونا ينهار بالبكاء ويقول جملته الشهيرة لقد قطعوا لي قدم. عشان بعد كأس العالم 94 حياة مارادونا تبتدي تنهار بسبب المخدرات والمنشطات، عشان بعد كده يحاول التدريب ويفشل. في سنة 2004 مارادونا يدخل المستشفى ويروح كوبا عشان يتعالج، ساعتها بيتصاحب على كاستر. عشان مارادونا يا صديقي بعد كده درب منتخب الأرجنتين في 2008 ويروح معاهم كأس عالم 2010، ولكن يطلع بفضيحة من ألمانيا بنتيجة 4-0. تيجي سنة 2020 دييجو أرماندو مارادونا يعمل عملية جراحية في المخ، بعدها بفترة قصيرة توفى دييجو أرماندو مارادونا والعالم كله بيحزن عليه. حتى نادي نابولي سمى اسم ملعبه تخليدا لذكراه اسم دييجو أرماندو مارادونا. ولغاية دلوقتي يا صديقي في ناس كتيرة بتعمل فيديوهات وثائقية وأفلام عنه، حتى ميسي ولاعيبة كتير جدا لغاية دلوقتي لسه بيتكلموا عنه، عشان مارادونا ما كانش مجرد لاعب كرة قدم، مارادونا كان حالة خاصة جدا يا صديقي. سؤال الحلقة يا صديقي هو إن أنت تقول لنا إن مارادونا مشى من برشلونة راح نابولي، كانت قيمة الصفقة كام؟ ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب وفعل زر الجرس واعمل كومنت عن أي حاجة يا صديقي. المهم إن أنت الحلقة تكون عجبتك، صلي على النبي، إن شاء الله أشوفك في الحلقة الجاية.